في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن المدارس الخاصة وازاي اشتغل فيها، وقبل كده اتكلمنا عن بتاع اللغة العربية ازاي يفتح شغل ليه غير التدريس. والنهاردة جايين نتكلم عن الدراسات العليا وتختار التخصص اللي تكمل فيه على اي اساس. ما تيجي اقولك ازاي تختار تخصصك في الدراسات العليا. يلا بينا يلا بينا. واحد، التخصص. اولا احنا هنتكلم هنا عن اللغة العربية لان ده تخصص وده اللي بفهم فيه، وحضرتك قيس على اللغة العربية ايا كان تخصصك. اتنين، الحيرة. الطلبة او الخريجين اللي مش لاقيين شغل واللي بيشتغلوا دايما لما يكونوا قرروا يدرسوا الدراسات العليا ويعلموا من نفسهم بيحتاروا، هل اكمل في تخصصي اللي انا جاي منه بتاع الليسانس او البكالوريوس لو كان حاجة غير العربي، ولا اكمل في التربوي اللي انا لسه واخد دبلومته. اعمل ايه؟ امضي على الورقة بتاعت الدبلومة اللي بعد الدبلومة العامة ولا لا؟ انا هقول لك بقى، هجاوبك. 3، الشغل. دايما بسأل الناس سؤال، حضرتك بتشتغل ايه في مجالك؟ فيقول لي بشتغل كذا، اقول له يناسبك كذا. طب حضرتك بتشتغل؟ يقول لي لا ما بشتغلش في التخصص، بشتغل حاجة تانية. اقول له خلاص انت عايز تشتغل ايه في التخصص؟ يقول لي كذا، اقول له بيناسبك كذا، هنفصل ما تقلقوش. 4، الافضلية. الافضلية ان كل واحد متخرج من كلية يكمل على التخصص بتاعها، بس ده ممكن ما يكونش مناسب شوية لأرض الواقع. بمعنى مش كل خريجي الليسانس او خريجي اداب او خريجي علوم انسانية او خريجي الازهر او خريجي التربوي بيبقوا عايزين يكملوا في المجال ده. ساعات الناس بتغير شوية في المجال بس في نفس في نفس التخصص العام. فلو هو غير خلاص هيغير، يكمل في اللي غير فيه، يعني حسب شغله اللي بيشغل فيه يغير. طب لو ما غيرش يبقى احسن له يكمل في مجال. يعني لو الشخص اللي قدامك خريج تربية وبيشتغل مدقق لغوي، احسن له يعمل ايه؟ احسن له يكمل في تخصص اللغة. طب لو هو خريج اداب وبيشتغل مدرس، احسن له يعمل ايه؟ احسن له يكمل في تخصص التربوي اللي يطور شغله ويكسبه فلوس اكتر، مع انه يعلم الناس حاجة وينفعهم. 5، الترتيب. ترتيب مجالات اللغة العربية في الوقت الحالي: رقم 1 تعليم العربي للأجانب، رقم 2 التدريس سواء في جامعة سواء فيما هو أقل، بس التدريس. رقم 3 المجالات الإبداعية، الرواية والقصة والأدب والنقد والصحافة وهذه الأشياء. بعد كده بقى العلوم الإسلامية في التخصصات العربية جوه العربية، لكن بشكل عام العلوم الإسلامية بتحتاج للتخصصات العربية جواها مش العكس. 6، الأماكن. بالنسبة لتعليم الأجانب في عندك دورات خاصة بتقدمها جامعات زي الجامعة الأمريكية زي جامعة اسكندرية وغيرها. في عندك دبلومات زي اللي بتقدمها الأكاديمية وغيرها. بالنسبة للتخصصات في عندك تخصصات لغوية وأدبية بتقدمها كليات مختلفة. عندك 3 أنواع من الكليات: في كليات الآداب، في كلية دار العلوم، في كليات العلوم الإنسانية، وفي طبعا كليات اللغة العربية والكليات الدراسات الإسلامية أقسام اللغة العربية للأزهر. وكل تخصص من دول بيفيد في حتة معينة، في منهم اللي علاقة باللغة بيقويها، في اللي بيقوي الأدب، في اللي بيقوي الجزء الديني. على حسب انت عايز تعمل ايه بعد كده، عايز تشتغل ايه، او على حسب انت شغال في ايه. المبدأ الرئيسي والقاعدة الأساسية اللي احنا حطيناها: الحاجة اللي بتشتغل فيها هي اللي تروح تدرس ليها. 7، القاعدة الرئيسية. ايه هي القاعدة يا فندم؟ الحاجة اللي بتشتغل فيها هي اللي تدرس ليها، والحاجة اللي عايز تشتغل فيها هي اللي تدرس ليها. اتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.